السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. ان شاء الله تعجبكم. لو جربتوها باذن الله هتعتمدوها في عزوماتكم ان شاء الله رمضان جاي. وان شاء الله تعملوها في رمضان. هنا معايا بطاطس انا مقطعها بالشكل دوت ورصاها كده في الصينية، ومعانا الفراخ ومعانا البطاطس، وهنشوف هنعمل ايه كده ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو. هنا معانا البطاطس طبعا زي ما شايفين انا رصيتها بالشكل دوت. هناخد بقى معاها بصلايه كده متقطعه طرنشات كده بالشكل دوت. الصينيه دي مش بتاخد معانا وقت خالص. ومعانا كمان فلفل مقطعه بالشكل دوت. هناخد معاه شويه من الملح، شويه صغيرين كده لان لسه هنحط التتبيله بتاعتنا او الصوص. هنحطها كده. هناخد كمان شويه من الفلفل الاسود برضو شويه صغيرين بالشكل دوت. وهنبدأ بقى نقلب البصل مع التتبيلة دي. نبدأ بقى نفرده كده في الصينية. حاولي بقى يبقى البصل كده في كل مكان كده والفلفل. هناخد بقى الفراخ احنا غسلينها كويس طبعا ونقعينها زي ما احنا شايفين. عندك بقى الفراخ اللي انت عايزاها، فراخ بتاع ده صدور اوراق اي حاجة. بسم الله اهي. هنبدأ بقى كده نرصها بالشكل دوت. هنرصها كده كلها اهي بالشكل ده. وهنحاول على قدر الامكان تبقى البطاطس بتاعتنا كده زهرة، مش هنغطيها بالفراخ بالشكل دوت. هنبدأ بقى نعمل الصوص بتاعنا اللي احنا هنسقيه به الفراخ والبطاطس في طبق كده، وهنعمل الصوص بتاعنا اللي هنسقيها بيه. هنا معايا صلصة طماطم مع اللبن. لو عندك صلصة انت عاملاها مفيش اي مشكلة، متنش ان شاء الله. هناخد كمان معلقة من دبس الرمان بس كده. وهناخد كمان معلقة من الكاتشب. وكمان هناخد بقى الملح. بسم الله. الملح بقى تتبيلة الفراخ كلها بالشكل دوت. وهناخد بقى ليمونة او نص ليمونة كده وشوية من الزيت. بسم الله. وهنقلب كل دوت كده مع بعضه. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، التوابل بقى اللي انت حباها اللي انت بتحبيها هتحطيها. هنبدأ بقى نحط معلقة من البابريكا المدخنة. وهاخد كمان شوية كده من الفلفل الأسود. ومعنا هنا بهارات. طبعا البهارات دي مش بتكتري منها لأنها بهارات طباخ.
اي حاجة منها بتبقى بسيطة جدا. هناخد بقى كمان بهارات فراخ، ناخد كده معلقة من بهارات الفراخ ونقلب كل دوت بقى مع بعضه بالشكل دوت. الريحة بقى ما شاء الله جميلة جدا، ياريت تجربوها. هناخد بقى معاه كل دوت كوباية من المية عشان نسقي الفراخ والبطاطس عشان تستوي. هنقلب تاني التوابل دي كلها مع الصوص لحد كل ما يختفي كده ببعضه. ونبدأ بقى نسقي الفراخ مع البطاطس. هنسقي بقى كل دوت زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين غطينا كل الصينية كده بالصوص. هنبدأ بقى نغطيها بورق الفويل بالشكل دوت. نبدأ بقى ندخلها الفرن لحد ما تستوي. هندخلها بقى الفرن لحد ما تستوي ونشوف هيبقى شكلها ايه. ودي صينية البطاطس بعد ما خرجت من الفرن، جميلة جدا وريحتها ما شاء الله حلوة قوي. شايفين الشكل. هنبدأ بقى نغرفها مع شوية رز بالشعرية. ما شاء الله والله يا جماعة الريحة خطيرة، يا ريت تجربوها ان شاء الله تعجبكم. تعالى بقى نقدمها مع شوية من رز كده حلوين. بالشكل دوت. طبعا الصوص اللي تحت خطير. وده كان فيديو النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.